بعض الناس مقتنعة ان دي مجرد توقعات وبتحصل فعلا، والبعض الاخر مقتنع بعكس كده وبيقول ان دي مخططات تم التخطيط ليها في وقت سابق، ولما بيجي الوقت المحدد بيتم تنفيذها. بس في كلتا الاحوال سواء دي كانت توقعات او حتى مخططات، ما نقدرش ننكر حقيقة مهمة جدا، وهي ان التوقعات دي بتحصل فعلا كل سنة وفي نفس الوقت اللي قالنا عليه اللي بيتنبأ بيها، وبتسيبنا كل مرة في حيرة ما بنكونش عارفين اللي تنبأ بالتوقعات دي قدر يوصل لها ازاي، وكمان قدر يعرف الوقت بمنتهى البساطة ازاي. في فيديو النهاردة جمعت لكم اغرب التوقعات وكمان اكثرهم رعبا اللي تم التنبؤ بيها لعام 2023. بس قبل ما نبدأ الفيديو خلينا متفقين على حاجة مهمة جدا، وهي ان لا يعلم الغيب الا الله. سواء كانت توقعات فده ما يخليناش نقدر نجزم ان الشخص اللي تنبأ بيها بيقدر يشوف المستقبل، لان دي حاجة مستحيلة. ولو هي بقى كانت مجرد مخططات فاكيد هيكون لينا رأي تاني، والموضوع كمان هنشوفه من وجهة نظر تانية. تعالوا نبدأ حلقة النهاردة بالعرافة البلغارية البابا فانجا، اللي على الرغم انها متوفية دلوقتي الا ان اغلب توقعاتها حصلت فعلا، ودايما بتسيبنا في حيرة ما بنكونش عارفين هي قدرت تتنبأ بالحاجات دي ازاي. بابا فانجا توقعت بحاجات مرعبة جدا لعام 2023، زي مثلا ان هي قالت ان هيحصل في عام 2023 حرب عالمية ثالثة، ودي هتكون بسبب استخدام دول كتير جدا للأسلحة البيولوجية اللي فعلا هتدمر العالم. وطبعا زي ما كلنا عارفين الحرب دي بدأت فعلا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وطبعا الرئيس الروسي بوتين حذرنا خلال الحرب أكتر من مرة وقال انه هيضرب العالم بالنووي، ولو العالم فعلا اتضرب بالنووي فدي هتكون كارثة كبيرة جدا، لأن ساعتها أغلب البشر هيموتوا والقلة القليلة اللي هيفضلوا أكيد مش هيقدروا يعيشوا بسبب الإشعاعات النووية. بابا فانجا كمان توقعت وتنبأت بحاجة مرعبة جدا، وهي ان هيحصل تسونامي شمسي برضه في عام 2023، والتسونامي الشمسي ده هيقضي على كل اشكال الحياة تقريبا، زي مثلا انه هيقطع كل وسائل الاتصالات، وكمان كل الكهرباء هتتقطع عن كل العالم. المرعب بقى في الموضوع ان الظاهرة دي حصلت فعلا وتسمى ظاهرة الشفق القطبي، وهي عبارة عن بعض الالوان زي الاخضر بتتجه نحو الارض، وطبعا بتكون مليانة بالاشعاعات الشمسية الخطيرة جدا اللي يقال ان هي هترجعنا تاني للعصور المظلمة. فانجا كمان قالت في توقعاتها ان هيحصل انفجار نووي ضخم، والانفجار ده هيكون مصدره من اسيا. طبعا الانفجار ده هيتسبب في غيوم سامه خطيره جدا هتدمر العالم كله، وبسببه هيحصل امراض خطيره جدا اغلب الناس هتتصاب بيها وطبعا هتفارق الحياه. فانجا كمان قالت ان احنا محطات الطاقه النوويه هتنفجر، ودي الحاجه اللي مخوفه اغلب العالم تقريبا بسبب تحكم روسيا في محطه نوويه كامله. فانجا كمان قالت ان هيتم ولاده البشر في المختبرات، ودي تعتبر من اكتر الحاجات المرعبه، وقالت ان هيحصل كده لما الزعماء والرؤساء يجبروا الناس انهم يولدوا في المختبرات. الموضوع ده بمنتهى البساطه كده، يعني انت مثلا لو حامل هتاخدي بعضك وتروحي في احدى المختبرات دي وهتبتدي تنقي جينات الطفل اللي عايزه تولديه، سواء بقى تختاري عينيه خضراء او حتى زرقاء، ابيض او اسمر، تخين ولا رفيع، كل الحاجات دي هتحدديها بمنتهى البساطه. كمان قالت ان هيحصل غزو فضائي، والغزو ده هيتسبب بسيطره الفضائيين على الارض وطبعا تدميرها. والمشكله ان في بعض العلماء قدروا يجزموا دلوقتي ان في حاجات بتدل على وجود الفضائيين فعلا، وكمان في بعض الثقافات في رسومات للفضائيين كانت موجوده، وكمان الاطباق الطائره، وكمان بيقولوا ان الفضائيين دول هم السبب في تقدم الحضارات القديمه. انحراف في مسار الارض. بابا فانجا كمان قالت ان في سنه 2023 هيتم انحراف في مسار الارض، وعلى الرغم ان الموضوع ده مش مؤكد بنسبه 100% الا انه هيكون كارثه حقيقيه فعلا، لان الارض بتكون متوازنه جدا، واي انحراف ليها فهيعمل كارثه عالميه. يعني مثلا لو الشمس قربت زياده عن اللزوم من كوكب الارض فساعتها هيحصل ارتفاع في منسوب المياه، وهيحصل ذوبان لكل الجليد، وده طبعا هيخلي كل البلدان تعلن حاله طوارئ. اما بقى لو الشمس ابتعدت عن الارض فساعتها هنعيش في ظلام اوقات كبيره جدا بسبب ابتعاد الشمس عن الارض، وكمان بسبب كده هنرجع للعصر الجليدي، والارض هتكون فعلا مكان مش مناسب للكائنات الحيه، وعلشان كده الموضوع ده كارثي جدا لو حصل بالفعل. كمان بتقول ان في فيروس موجود ومتجمد في صربيا، والفيروس ده هيكون اخطر من الكورونا، وهيخلي اغلب الحيوانات تخرج عن السيطره، خاصه الحشرات وكمان الجراد اللي هيكون موجود بكميات هائله جدا، وبسببه هيفسد كل المحاصيل الزراعيه تقريبا. والمشكله بقى ان الموضوع ده حصل فعلا في عام 2020، ففي الوقت ده ظهرت كميات مهوله من الجراد،
وافسدت اغلب المحاصيل الزراعيه في الهند وكمان باكستان. كمان قالت ان هيتم السيطره على عقول الناس بسبب الهواتف الذكيه، وهيكون في تعلق فظيع بالتليفونات، والتعلق ده مش زي اللي موجود دلوقتي، ده كمان هيكون بسبب الميتافيرس، هيبقى في عدم تمييز بين الواقع الافتراضي والواقع الحقيقي، فالناس هتكون فعلا مش عارفه تفرق بين الاثنين دول، وهتكون مقضيه اغلب وقتها في الواقع الافتراضي. لو انتوا شايفين بقى ان توقعات بابا فانجا مرعبه جدا وغريبه، فاحب اقول لكم ان مش هي الوحيده اللي تنبأت حاجات مرعبه لعام 2023. ففي عرافه اصلها لبنانيه اسمها ليلى عبد اللطيف، وتنبأت باغلب الحاجات اللي تنبأت بيها البابا فانجا. اضافه لكده تنبأت بحاجات تانية مرعبه اكتر بكتير، زي مثلا ان هي قالت ان هيكون في دوله من الدول هتصاب بفيروس خطير، وبسبب الفيروس ده هيتم القضاء على كل الناس في الدوله دي، وهتكون زي مدينه الاشباح. وقالت كمان ان الولايات المتحده الامريكيه هتتدمر بسبب النيازك والبراكين. ومن اكتر الحاجات الغريبه اللي قالتها لنا ليلى عبد اللطيف، قالت ان هيتم التصالح بين اغلب الدول العربيه، وكمان كل الدول العربيه هتتصالح مع ايران. قالت كمان ان هيحصل تقدم كبير جدا في جمهوريه مصر العربيه. هنا بقى هنكون وصلنا لنهايه فيديو النهارده. اكتبوا لي بقى في الكومنتات رايكم، وقولوا لي انتم مؤمنين فعلا بالتوقعات دي ولا لا، وايه اكتر توقع مرعب بالنسبه لكم، واكتبوا لي كمان في الكومنتات وقولوا لي عايزين الحلقه الجايه تكون عن ايه.